طبعا انا بعد ما الاهلي خلص الماتش من يومين وتعادلنا 4-4، طبعا في ناس كانت مبسوطه من الاداء، واحنا كلنا كاهلاويه بنتشرف في الاهلي في اي مكان. بس انا كان في تعقيب عندي لما انا كنت طالع في اكتر من فيديو بتكلم مع بعض اللعيبه اللي كانوا موجودين في الملعب بعد الماتش، او حد زي محمود فايز او حد تاني زي روبيرو. الناس زعلت وبتقول لي انت ليه بتعمل كده؟ يا جماعه انا احب اقول لكم حاجه واحده بس، محدش يشكك في اهلاويتي نهائي، عشان انا عارف نفسي وكل واحد عارف نفسه. انا من قبل ما ابدا اي محتوى او يكون عندي بيدج، انت عارف ان انت اي حد بيكون بيجتهد في حاجه وارد يبقى ليه حقدين، وارد يكون رايي مش عاجبك او مثلا تصرف ليا مش عاجبك، بس توقع مليون في الميه ان انا عمري ما بحب غير كيان النادي الاهلي العظيم، وما بحبش اشخاص بعينها، ولا بنتقد الا في حدود الانتقاد اللي هو من حقي. انا بحب الاهلي جدا وطول عمري واقف في ظهره وبروح وراه كل مكان، خصوصا الماتشات خارج مصر، وطول عمري بدعم الاهلي. بس انا الاهلي هو اللي وصلني اللي انا ابقى طمعان اللي انا اشارك في معظم البطولات واخد فيها مركز واوصل لابعد نقطه، بل بالعكس اخد البطوله كمان.